الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة. الحمد لله ربنا كان رازقني النهاردة وكانت يوميتي 80 جنيه. بصي انا بحاول اعرض فكرة بحيث ان احنا بناخد افكار من بعض، والله مش اكتر من كده. مش قصدي اوصل فكرة ان الفلوس قليلة او انا محتاجة حاجة، لا الحمد لله انا مش محتاجة حاجة بفضل ربنا. موضوع النت بقى عشان مضايق ناس كتير جدا. هو جوزي شغال في مكان فيه فوري بيعملوا بيشحنوا اللي هو النت الفوري دوت. فهو بيشحن النت وبعد كده هو بيرجع يدفعه كل يوم من اليومية بتاعته. بس كده. النهاردة بفضل ربنا اللهم بارك اليومية كانت كويسة، وكنت ممكن اتصرف منها واعمل اكلة لحوم او حاجة يعني بروتين وكده. بس انا محتاجة اساسيات في البيت زي البصل والطماطم والبطاطس والحاجات دي اللي انا ممكن في ساعات يعني في يوم تاني الفلوس تكون قليلة اقدر ان انا ابني اكلة. فعشان كده هتصرف على الاساس ده. شفت ايه عندي في التلاجة، لقيت بس شوية بتنجان كده وخلاص، يعني هما دبلوا لان انا كنت شاريه اصلا درجة تانية فكان دبلان شوية. فهستخدمه النهاردة. واول حاجة بعملها، انا وريتكم انا بصحى بدري جدا يعني ان شاء الله الله المستعان، يعني بحاول اصحى بدري وخلاص بكتب الاول انا رايحه اجيب ايه بالظبط او ايه اللي محتاجاه عشان تبقي منظمه افكارك، مبقاش نازله ماشيه في الشارع بقى تايهه. اقعد احسب واقعد اشتري بقى انا هشتري ايه، لا مش هينفع ده مش عارف ايه، وابص الاقي نفسي صرفت الفلوس وما اشتريتش حاجه. فرحت جبت اول حاجه بقى العيش احنا بنجيبه من البطاقه، ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال الحمد لله. يبرد بس وبعد كده بشيله في الفريزر وبيطلع في اي وقت بأمره. وبالنسبه لك لو عندك ميكروويف بيبقى تحفه، في الميكروويف بيبقى تحفه. انا لما بكون عند بابا بحط العيش في الميكروويف بيبقى سخن كأنه لسه طالع من الفرن. المهم بقى جيت اشوف الاسعار عند بتاع الخضار، لقيت البصل مش عارفه كان غالي قوي بقى ب20 جنيه، اخر مره كنت شاريه كان ب16. والبطاطس لقيتها ب12. بس في الاخر ما اشتريتش من الحاجات دي، انا اشتريت من البصل الصغير خالص لقيته ب12 جنيه، جبت كيلو. وجبت كمان من البطاطس اللي كانت صغيره كانت ب8، فجبت كيلو وربع ب10 جنيه. لان النهارده الفتره بتاعه الصبح كان جوزي موجود ويعني محتاج ان هو يفطر فطار كويس بقى لانه هينزل، هيقعد فتره كبيره مش هياكل في الشارع وفي الشغل يعني. مش هينفع اعمل فطار خفيف بقى زي ما بعمل كل يوم، لا اعمل فطار حلو. اشتريت كمان فلفل برضو كان درجه تانية، كان الكيلو عامل 8 جنيه. هو كان مشكل بقى رومي على صغير على احمر على شويه فيه كسر خفيف مش عارفه، بس انا كده كده هفرمه في الكبه بتاعتي اما اغسله واوضبه يعني، واحطه في الفريزر واطلع منه براحتي. وبكده الحمد لله انا بقى عندي طماطم وبطاطس وبصل وفلفل وحاجات كده هتنفعني في التلاجة، ممكن ابني عليها اكلتين بعد كده، ممكن استخدمهم اكتر من كده. بالذات الفلفل بصراحه اما جربت البصل لقيته صغير قوي والقشر كتير فما وفرتش فيه، كنت اشتريت نص كيلو من الكبير كان افضل. اللي كنت محتاجاه بقى النهارده، كنت محتاجه الفروتي دوت، هو بكيس ب3 جنيه وبيعمل لتر حلو جدا، فبخليه عندي في التلاجة عندي في الدرج عشان لو ضيوف جات لي او مثلا لو ولادي حابين يشربوا عصير او كده برضو، بس الارجح يعني الاكتر بخليه عندي في الدرج عشان لو ضيف جالي او حاجه يبقى عندي حاجه اقدمها. في منه اطعمه كتير كتير جدا بس انا بفضل التفاح بحسه حلو قوي. اشتريت نص كيلو الرز وباقي كده معايا 10 جنيه، شلتها بقى في البرطمان دوت، خلاص الازاز اللي عندي خلصت. شلت ال10 جنيه مع البرطمان دوت اللي هي بجمع فيها الفواتير بتاعت الشهر كلها. هي الفواتير بتاعتي مثلا انا عارفه الرينج بتاعها قد ايه، فبحاول ان انا اشيل على قدها. لو ما قدرتش او الفلوس ما كفتش بدفع اللي هو مثلا اللي الفلوس هتقضي عليه، والشهر الجاي ببقى عامله حسابي ان انا هدفع شهرين مثلا من الفواتير بتاعت الحاجه دي بس، وربنا بيعين يعني. المهم النهارده بقى نعمل فطار ايه. زي ما قلت لكم عشان جوزي قاعد النهارده فمحتاجه اعمل فطار حلو ويشبع كده، فانا كنت جايبه البيضتين وعندي طبعا البطاطس اهو. فرحت عملت البطاطس سلقتها سلقه خفيفه كده وقلت احمرها بقى ايه في الفرن. يعني ممكن احطها عادي من غير ما اسلقها، بس انا عندي الفرن ضعيف شويه فممكن احط البطاطس تتحمر فيه تقعد لها يومين 3 كده. بهزر طبعا، بس هتقعد يعني بتاع ساعتين بجد، الفرن ساعات بيكون ضعيف قوي وساعات ما بيشتغلش، فقلت اسلقها سلقه عشان تاخد وش بس. حطيت عليها معلقه زيت بقى وقلبتها مع شويه ملح كنت حطاها في الميه، طعمها زي المقليه في الزيت بالظبط، كانت حلوه جدا عادي. ممكن بقى تقدري في المرحله دي ان انتي مثلا سلقه البطاطس سلقه خفيفه كده وبتحطي عليها المعلقتين الزيت، تحطي توابل اللي انتي حابه طعمها، ممكن تحطي زعتر، ممكن تحطي شويه شطه شويه كمون شويه خل في الميه بتخليها مززه. شفتي انتي بتحبي ايه وممكن تحطيه في المرحله دي وهي مسلوقه بتكتسب الطعم بسرعه. كنت لسه قريب عامله بطاطس مهروسه فعشان كده ما كانوش حابين ان هم ياكلوا بطاطس مهروسه. يبقى انا كده عملت ايه، اللي انا عملت فطار من الحاجات اللي عندي وفي نفس الوقت هعمل منها ان شاء الله غدا، وعملت كمان حاجه اللي هم عايزينها اللي هتشبعهم واللي نفسهم فيها.
كنت جايبة بيضتين بس قُلت عشان أكترهم يعني، رُحت مدبّلة شوية طماطم برضه كانت موجودة والفلفل وهاحط عليها البيضتين. كمان ممكن تحطي بصل بس هُم ما كانوش حابين. أنا كنت مفرّزة فول كنت مدمساه بقى لي فترة يعني، عندي منه لسه، هاطلّع كمان كيس فول جنب الأكل كده. البيض هنا أنا عملته ضربته كده كإني هاعمله أومليت. ممكن تسيبيه البيضة سليمة كده تحطيها على الوش بتبقى طعمها حلو جدًا، بس برضه أنا باعمل يعني مرّة كده ومرّة كده تغيير يعني. بس هنا أنا كنت عاملاه كإنه أومليت عشان كان عندي ابني بيقول لي نِفْسي في أومليت وفي نفس الوقت عشان أكتّره فرُحت عاملاه كده. أمّا طريقة لكن بصراحة باحس البيض طعمه أحلى وأجمل كده لمّا بنحطه سليم زي العيون كده فوق الخضار. إحنا بنقول عليها شكشوكة يعني مش عارفة. المهم بعد ما جاية باشيل حلة البطاطس اللي كنت باسلق فيها البطاطس، لقيتني سايبة كام واحدة كده ما خدتش بالي منها، فقُلت أحطها على الوش مش مشكلة. خدتها بقى دخلتها في الفرن مع البطاطس تاخد وش وخلاص، ما قلبتهاش خُفت إنها تتقطع أو شكلها يبوظ، فعشان فيها خضار. سِبتها على النار بقى شوية وغطيتها عقبال ما تستوي والوش أدخّلها في الفرن مع البطاطس. كده بقى أنا عملت الفول، حطيت بقى عليه شوية توابل كده وشوية زيت، لو عندِك ليمون تحطي، عندِك طحينة بيبقى حلو جدًا أو شوية دقة. الفول من الحاجات اللي ممكن تغيّري طعمه لحاجات كتير أوي زي البطاطس والرز كده. المهم أنا كده خلصت التوابل على طبق الفول دوّة، حاطة في دماغي أو هاكتب على التلاجة إن أنا عايزة توابل إن شاء الله المرّة الجاية. بس خلاص طلّعت البطاطس وطلّعت البيض والفول كده جهزوا، بس الإضاءة هنا ما كانتش حلوة قد كده يعني، بس هو ده كان الفطار بتاعنا والعيش الحمد لله أنا كنت شارياه الصبح طازة. من نفس الحاجات بقى هنعمل أكلة للغدا إن شاء الله تكون كويسة. فأنا في اليوم دوّة كان شاشة الخلاط عندي كانت كسر، فهاتصرّف بقى وهاعمل طريقة البطاطس لايقة على الخلاط المكسور. يعني أنا بُصّي باعمل طرق بطاطس كتير جدًا، فالنهارده قُلت بقى أعمل الطماطم مكعبات بما إن الخلاط مكسور. قطّعت بقى الطماطم وقطّعت الفلفل، وكنت مقطّعة البصل على النار يدبل. على فكرة بتبقى حلوة جدًا، 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 يعني بالطريقة دي كانت بتبقى طعمها حلو جدًا وساعات بناكلها بعيش، بس هُم برضه يعني جوزي بيحب الرز شوية أكتر، فالحمد لله كان الموضوع سامح إن أنا أجيب رز، فجبت رز وعملته. كان عندنا شوية شعرية صغيرين، عملت الرز جنبه. لكن لو مش الفلوس مش هتقضّي مثلًا أو كده، لأ الطريقة دي بتكون حلوة أوي إنِّك ممكن تاكلوها بعيش. سيب بقى البصل يدبل شوية ومع الطماطم ومع الفلفل يدبلوا شوية أوي يعني شوية حلوين، وأنا هنا كنت خرّطت البطاطس وغسلتها وجهزت معايا والحاجة دبلت أهي. هانزّلها بقى عليها أي توابل عندِك تقدري تحطيها في المرحلة دي. يعني هي بتحب صينية البطاطس دي بتحب الفلفل الأسود أوي. وعندِك بقى مرقة دجاج أو شوية شوربة بجد حطي، أو واحدة ورقة لورا. أنا هنا كنت حطيت شوية فلفل أسود بس ما حطيتش أكتر من كده وكان طعمها حلو جدًا. زودتها مَيّة بقى عشان تستوي فيها وغطيتها وهاغطي عليها وهاسيبها تستوي براحتها، وبعدين دخلتها برضه الفرن تاخد وش. وهو ده كان الغدا بتاعنا النهارده. والبتنجان اللي كنت مصوره لِك من الأول اللي كان في التلاجة عملته بالفلفل اللي كنا جايبينه مخلل. كانت أكلة حلوة جدًا ومشبعة وكتير الحمد لله وحلوة جدًا. ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. في بعض الأحيان لو أنا عاملة أكلة زي كده ممكن البطاطس مثلًا أغرف لهم شوية بالليل لو جاعوا، لكن النهارده أنا الحمد لله كان عندي دقيق وكان عندي شوية عسل في التلاجة. فهاوريكِ حاجة من الحاجات اللي باعملها لهم لو جاعوا في نُص النهار أو بالليل لو حابين يتعشوا، لإن كان بألف هنا وشفا الأكل كان خلص كله. أنتِ شوفي على حسب عندِك إيه وهتتصرّفي. أنا قبل كده قُلت لِك بيبقى عندي مثلًا بليلة سالقاها في الفريزر، أو عندي ترمس عاملاه، أو شوية حمص حتى، ممكن فشار. بس النهارده أنا كان عندي دقيق وكان عندي شوية عسل صغيرين في التلاجة وما عنديش بيض ولا عندي لبن، فباعمل كتير أوي باعمل لهم برضه الحاجة دي في وسط اليوم أو بالليل أو كده. باجيب بس شوية دقيق وشوية ملح صغيرين وشوية مَيّة مش أكتر من كده، باقلّبهم كده على قوام كويس. زوّدي مَيّة على حسب تبقى مدياكِ قوام متماسك، يعني خفيف بس متماسك شوية. دي من الحاجات بقى اللي الأطفال بتحبها جدًا وفي نفس الوقت بتنفع أوي عشان الأنيميا والكلام دوّة. باعتذر إن التصوير هنا سريع ومش واضح خالص لإني والله كان بنتي يعني عمّالة بقى تزن وعايزاني أشيلها ومضايقاني جدًا، فمصورة بالعافية أصلًا. جبت بقى طاسة فيها مسحة زيت كده وتنزلي بشوية الخليط. لو عندك البتاعة اللي بتفرد دي بتاعة الكريب دي افرديها، أنا فردتها بالمعلقة عادي وسويته وبقى عامل كده طعمه حلو جدًا. باحط عليه عسل اللي هو الأسود دوّة، لو عندك عسل نحل تمام بتبقى حلوة أوي. بس كده خلاص استخدمت العسل النهارده، يبقى هاحط في دماغي إن أنا إن شاء الله هابقى هاشتري عسل المرة الجاية. أي حاجة بتنقص عندي باكتبها في ورقة وبالزقها في التلاجة إن شاء الله زي ما قُلت لِك قبل كده.
يا رب يكون الفيديو فادك شوية حتى لو حاجة بسيطة، ويكون الفيديو حلو. قوليلي بقى ايه رأيك في الافكار بتاعت النهاردة، ومتشكرة قوي لو وصلتي لحد هنا.